اهلا وسهلا حبوباتي الغاليات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي نلقاكم هاد لا فيديو بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم نهار جديد وشهيوه جديده وروتين جديد. اليوم ان شاء الله ندير معكم واحد الدجاج كيجي رائع، كيجي ماوي وكيجي بنين بزاف بزاف. اول حاجه اللي غنحتاجو لهاد الحشوه هذه او هاد الخلطه ديال الدجاج، ما عندناش شي مكونات كتار بزاف بزاف. اللي غنحتاجو ليه هو 2 معالق او 3 ديال المايونيز. انا عندي 3 ديال الدجاجات، غنحتاج ليهم 3 المعالق كبار ديال المايونيز، وزدت عليهم واحد شويه صوص الجيريان. نتوما ديروا اي صوص عندكم، ما كانش ماشي مشكل، تكتفيو بهذاك المايونيز راه كيجي رائع وكيعطي للدجاج ديالنا واحد البنه زوينه وواحد الهشاشه كذلك. صافي غادا ندير هنا شويه الخرقوم بلدي، شويه البزار وشويه سكينجبير فقط، وشويه الملحه لا غير. هادشي اللي غنحتاج لهاد الماريناد هادي. صافي غادا نجيب الدجاج ديالي وغادا نبدا ندخل هذيك الماريناد في الدجاج كامل. ومن الافضل البنات انا غادا نديرو في الفران، من الافضل يكون الدجاج هكا ما كبيرش بزاف، يعني بين وبين يكون قياس هكا 2 رباع 2 بحال هاد الشكل هذا، باش يطيب بنين ويطيب هشيش في الفران. وما نعاودش لكم البنات كيف جا، راه جا خطير خطير بزاف بزاف. صافي هنايا غادا نبدا كما قلت لكم ماغيني هاد الدجاج هذا، وما نساوش حتى السديره البنات. هكا نضغطوا عليه بصباعنا وندخلوا هذاك الماغيناد بحال كيف كتشوفوا. صافي وغادا نكمل انايا هاد الدجاج اللي عندي، وغادا نمشي باش نصايب الحشوه اللي غادا نوجد زعما الحشوه اللي غادا نحشي بها هاد الدجاج هذا. وصدقوني البنات راه غير هاد المكونات اللي درت في هاد الدجاج هذا، هاد 3 المكونات والملح اللي درت في هاد الدجاج هذا، راه عطاهم واحد الهشاشه وواحد البنه راه خياليه. راه كيجي الدجاج واعر وكيجي طيب مزيان مزيان واخا غير في الفران، وكيجي هشيش بزاف. طبعا الدجاج راني غسلته بالملحه وعاودته بالحامض والخل وواحد شويه سكينجبير باش ما تبقاش فيه هذيك الزفوره. صافي هنا البنات خديت واحد المقيله درت فيها الكفته شوفوا نتوما القياس اللي قدكم. انا درت هنا الكفته ديال البقري، ودرت معاها هكا شلطت معاها واحد البصيله. انا اعتمدت هنايا البنات ما نشحرش البصله بزاف، يعني درتها مع الكفته. انا عاده كنديرها هي الاولى وكنشحرها مزيان مزيان حتى تعطينا داك اللوين الذهبي. صافي ودرت بالنسبه للتوابل درت شويه البزار شويه سكنجبير وشويه الخرقوم بلدي وواحد شويه ديال الصلصه ديال هذا ديال الصوص الجيريان، حتى هي كتعطي واحد اللذه زوينه لهاد الحشوات وهذا الشيء. صافي ودرت واحد شويه القزبر والمعدنوس، انا كنطحنو ونخليه في قريعه في الثلاجه كنلقاه موجود. صافي وخديت هنايا مني تشحرت لي هذيك الفويته مزيان مزيان، خديت واحد الباكيه ديال الشعريه الصينيه ورطبتها هكا في الماء. انا درت ديال الروز رطبتها في الماء بارد. صافي وغادا نقطعها على هذا الشكل هذا، وزدت هنايا واحد شويه ديال الهريسه. صافي وغنخلط كل شيء مزيان مزيان. انا هنايا البنات كنقطع في الشعريه. صافي انا كنبغي نخدم بيديا باش نعرف داكشي كله تخلط ليا مزيان مزيان. وحنا راه عارفين امهاتنا وحنا كذلك كنخدموا بيدينا، لا داعي الملعقه ولا الفورشيط ولا هذا. يعني انا ما كتقنعنيش، ضروري ندير لا كما كنقولوا اللمسه ديالي بيديا. صافي وهنا غادا نزيد واحد شويه ديال الزيتون مقطع وشويه ديال القزبر والمعدنوس على حساب هذا عفوا على حساب الفيرميسيل. صافي وغنخلط مزيان مزيان حتى نحس بهذيك الكفته دخلت لي في هذيك الشعريه الصينيه. صافي وغادا نبدا ناخذ من هذاك الخليط ديال الكفته والفيرميسيل وداك الشيء
ونديرو في الدجاج ديالنا بحال هكا، ونحاولوا ما نديروش بين الفخاض، غير شويه، حيت الا كثرتو بزاف راه غادي مع الطياب غادي تفرقع عليكم الجلده ديال الدجاج. صافي، وغادي نخشي هكا، ما نحتاج لا نحزمو يعني ما نحتاج لا نحزمو ولا ندير ليه كوردون ولا حتى شي حاجه. غادا نبقى مستمره حتى نعمر هاد الدجاج اللي عندي كامل. وهاد الحشوه حتى هي البنات راه جات بنينه. جربوا هاد الدجاج هذا على حسابي البنات، راه كيجي واعر وكيجي بنين، وكيجي الدجاج كما كنقول لكم طيب مزيان مزيان. غنبقى على هاد الطريقه البنات حتى نكمل الدجاج اللي عندي كامل على هاد الشكل هذا. صافي، وغناخد هنايا واحد الورق ديال الزبده او الورق ديال الفرن، وغادا نقطع على 3 على حساب الكميه ديال الدجاج اللي عندكم. وغادا ندير واحد شويه ديال اليازير هكا، كيعطيه واحد البنه كيف قلت لكم. حتى هو هذاك اليازير كيعطي الدجاج ديالنا واحد المذاق، واحد البنه زوينه في الطياب ديالنا. صافي، وغادا كل دجاجه غنديرها في البابي بوحدها، وغادا نكمدها بحال هكا، يعني نجمعها بحال هكا، وغادا نقلبها على الصدر ديالها باش هذيك العصاره ديال الدجاج وهذا تهبط لينا على الصدر، وكيجي رطب وما كيجيش ناشف نهائيا البنات. كنحطو بحال كنيه على الصدر ديالو. صافي، غادا ندخلو الفران هكا البنات، ما غندير ليه لا بابي الومنيوم لا حتى شي حاجه، انا غادي بيه يتحمر، ولكن ما غاديش نقربو الفوق بزاف، غادي نديرو في طب يعني البلاصه الوسطانيه ديال الفران. صافي، وغادي نخليه يطيب على المهل ديالو. انا شعلت الفران على 180 درجه. صافي، وخليته كيطيب. هنا خديت القوقه البنات، قسمته على جوج. عندي البطاطا حتى هي درتها في الماء. عندي هاد البريمه هادي هكا طبقات، فيها 3 طبقات البنات، نافعاني بزاف بزاف، كنشاركها معكم دائما. عندي هنا اللوبيا وخيزو اللي غسلته وقطعته ودرشيته بشويه الملحه باش يجيني بنين. القوق كذلك قسمته على جوج ودرته في الكسكاسي فور. وهنايا البنات شوفوا الدجاج كنحلو قدامكم، مدهنتو ما حتى شي حاجه. شوفوا كي طالع من الفران، طالع محمر، ما درت ليه لا بابي الومنيوم، درت ليه غير هاد الورق ديال الزبده فقط. طالع محمر من الفران، ما شهيتكم فيها البنات. واحد الريحه ديال اليازير طالعه منه والمطاغ خطيره خطيره خطيره. صافي، الكبيدات ديالي كيف شفتوا غادا نقلبوا على الصدر ديالو باش يتحمر ليا من الصدر ديالو. صافي، وهنا البنات كنديروا في هذا الحشوه ديال ليكيش. عندي هنايا لادانت فيمي، لادانت فيمي والكروفيت وشويه ديال البصله، ودرت معاهم شويه البزار وشويه سكينجبير، وزدت عليهم الكريمه والفرماج، وخليتهم تعلقوا ليا مزيان مزيان. ودرتهم هنايا في ليكيش ديالنا، ودرت فوق منهم الفرماج. جاو خطيرين. البنه ديال لادان فيمي مع الكروفيط البنات كتجي واعره. جربوها البنات وعلى حسابي وعلى ضمانتي. صافي، هنا الخضيره ديالي تفورات وصوتيتها مع شويه ديال الثومه وزيت العود ومليحه. صافي، والباربه حتى هي تسلقات ودرت معها شويه البصله. بالنسبه للبطاطا درت معها المايونيز. صافي، وحطيت الطبسيل ديالي بحال هكا البلاطو على هذا الشكل هذا. ومن بعد مني تحمر ليا الدجاج من الصدر، قسمته هكا بالوسط بالمقص. وكانت هذه هي الطويبله ديالنا ديال الفطور البنات. هكا بنادم ينوع شويه. المهم الكبيدات ديالي ما تنسونيش من لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك، والتعاليق الزوينه بحالكم الكبيدات ديالي. وكنبغيكم بزاف بزاف. وهذه البنات راه هاد التغميره دوك القشيوشات ديال الدجاج وهذا درتهم مع بصيله وداك الشيء، ودرتهم بالمروزيه وشويه السمن، وسديت عليهم الكوكوط حتى هي، ورافقتها مع الدجاج ديالنا. وكانت هذه هي الطويبله كما قلت لكم. نتمنى تاخذوا ولو فكره وحده وتعجبكم. كنحماق عليكم الكبيدات ديالي، وكان هذا هو الفطور ديالنا. وما تنسونيش من لي لايك والتعاليق كما قلت لكم. كنحماق عليكم. بسلامه عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. مرحبا عليكم.